السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة تاعي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا وصفتنا لنهار اليوم. ان شاء الله راح نشارك معكم خبز الكوشه ولا خبز الدار. شوفوا كيفاش يجي خفيف هشيش، ما شاء الله. طريقه جد سهله، مقادير بسيطه. تبعوا معايا للاخير باش تعرفوا جميع اسرار نجاحه، وراح تحتاجوها في رمضان. ما تنسوش تسجلوها، وما تنسوش كذلك ديروا لي لايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. بلا ما نطول عليكم، خلونا نبداو في وصفتنا لنهار اليوم. بسم الله. اول حاجه نقوم بها الان راح ناخذ كاس تاع دقيق رطب كامل ناعم، يعني ماشي متوسط وماشي خشين. راكم شفتوه كيفاش عامل الناعم. كاس قلت لكم من الدقيق الناعم، ملعقه اكل ولا مغرف كبيره تاع السكر، مغرف كبيره تاع خميره فوريه، خميره العجين. نخلطهم مليح ونزيد نضيف السانوج حسب الرغبه، كميه اللي راكم حابينها نتوما على حسب الذوق تاعكم. خلطهم مليح. راح نضيف الان كاس تاع الماء الدافي، كاس ما دافي. نبدا نحرك غير بلا سباتول هكا كيما راكم تشوفوا، ونحاول ندمج الدقيق هذاك مع الماء ديالي هكذا. ونبقى نضيف في الماء كيما راكم تشوفوني. نستعمل غير لا سباتول حتى نكمل كامل الماء تاعي. شوفوا كيفاش راح يولي، يعني نخدمه مليح راح يولي لكم جاري بزاف كيما راكم تشوفوا هنا. هذا هو القوام اللي حنا نسحقوه هكذا. واش ديري الان؟ نغطوه وخلوه يرتاح ولا يخمر شويه، حوالي 10 دقائق الى 15 دقيقه. هاد المرحله مهمه، علاش؟ لانه الخميره راح تتفاعل كيما راكم تشوفوا هنا، راهي طلعت لنا باش يخرج لكم الخبز ان شاء الله ناجح وخفيف. راني نزلتها الان ونضيف لها حبه تاع البيض هكذا، ونخلطو مليح حتى تدخل هذيك البيض في الخليط ديالنا وينسجموا مع بعض. كيما راكم تشوفوا هنا، يعني مانيش نعجن ولا يعني نتعب في روحي، راني نستعمل غير في لاسباتول قسما ندخل المكونات فقط مع بعضها. هذا ما كان. فوالا راني دخلت البيضه هذيك مليح في الخليط تاعي. واش راح نضيف الان؟ راح نضيف فنجان تاع الزيت، فنجان تاع الاتاي كبير شويه نوعا ما، يعني ماشي هذوك الصغار كامل. ونزيد بنفس الطريقه دائما بلا سباتول ندخل الزيت مليح مع الخليط تاعنا هكذا. من بعد نبداو نضيفو في الفرينه تاعنا. هنا المقدار الفرينه يعني بالضبط ما نقدرش نعطيكم بالضبط، المهم راح نوري لكم القوام تاعها كيفاش يكون تاع العجينه، يكون خفيف نوعا ما. نبداو هكا في كل مره نحطو غير بشويه ماشي حتى تنشف. هنا حطيت ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه، راح تعطي لها واحد الخفه ولا اروع. وندخلها مليح. راكم تشوفوا العجينه مازالها خفيفه وتتلاصق. نضيفوا كذلك الملح اللي مازال ما ضفتوش، نحطوه مع الاخر هكذا. ونزيدو نخلطوها مليح. شفتوني ما استعملتش اليدي كامل، يعني ما تسحقوش كما قلت لكم تعجنوا غير بلا سباتول. هاوليك القوام تاعها كيفاش يكون، شوفوها كيفاش راهي تتلاصق. راح نوري لكم مليح هاي ليك كيفاه راهي تتلاصق، ما لازمش تكون ناشفه. هذا السر واحد اخر باش يجيكم خفيف. بعد ما كملت هكا خدمته مليح، راح نغطيه ونخليه يخمر لنا. هنايا بعد ما خمرت الله يبارك وطلعت لنا، شوفوا كيفاش ولات. راح نحبطها، نستعمل شويه تاع الزيت باش نحبط لها الخميره تاعها. الزيت راح تعاونكم لانها راهي متلاصقه نوعا ما. وهنا في سنيوه درت لها ورق الطهي. السنيوه تاعي المقياس تاعها هي 20 على 30، ولكن كل واحد كيفاش يحب خبز الدار تاعو. كاين يحبو خشين فنقصوا المقياس تاع سنيوه، وكاين اللي يحبها رقيق نوعا ما زيدوا في مقياس تاع سنيوه. كل واحد والذوق تاعو. الا كو حابينها كيما تاعي درت 30 على 20 سنتيم مستطيله هكا. ونبدا نحل فيها بلا ما ننسى الاطراف. طبعا نستعمل دائما الزيت باش تعاوني لانها متلاصقه. ما تنساوش كيما قلت لكم الاطراف كيما كنتو تشوفوا هنا، ديروا الاطراف كامل هكا مليح. واش راح ندير الان؟ بعد ما نسقمها كامل في السنيوه تاعي راح نزيد نغطيها ونخليها تخمر للمره الثانيه باش نطيبوها. هنايا الان بعد ما خمرت لنا راح ندهنها بالبيض فيه شويه تاع الحليب باش يعطي هذاك اللون الشباب الذهبي كما شفتوه في الاول هكذا. ندهن لها الوجه تاعها كامل، ونحط شويه تاع الجلجلان من الفوق اختياري، ما كوش مضطرين، ممكن تخلاو على الجلجلان. ونزيد نضيف لها شويه تاع سانوج فقط يعطي شكل شباب ويعطي ذوق بنين كذلك. ونديروها في فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180 درجه حتى تاخذ هذاك اللون الذهبي الشباب ويتحمر لنا ويطيب مليح طبعا. ونعاود نولي لكم. وخبزنا لنهار اليوم راهو واجد. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، اللون تاعو شباب وجا اسفنجي خفيف تعرفوا كانه ليبونج. شوفوا دوك نقسم معاكم وحده تشوفوها كيفاش جات. نتمنى عن جد انكم تجربوه
وتنجحوا فيه لاول مره. ما تنسوش فقط تتبعوا جميع الاسرار ديالو. كما قلت لكم العجينه ما لازمش تكون بزاف ناشفه، تكون خفيفه، وخلوه يخمر مليح. شوفوا كيفاش جا، يعني ولا اروع. هذا في رمضان مع طاس شوربه، الله الله، يجي يعني هايل بزاف. احتفظوا فيها بها وجربوها ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله يعني تستخدموها في هذا رمضان ان شاء الله. هاكا كيما راكم تشوفوني وريته لكم، يجي عن جد خفيف. وهذا هو خبز ديالنا نهار اليوم، وهذه هي وصفتنا. نتمنى كانت خفيفه ظريفه وما طولتش عليكم وتكون عجبتكم. ما تنسونيش لايك للفيديو، الاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. وما تنسوش تشاركوها مع الاحباب والاقارب حتى ان شاء الله تكبر لمتنا. وانا ماريا غنقول لكم تهلاو في روحكم، ونتلاقاو في الوصفه الجايه. سلام.